وبعدين يا حلوين، وبعدين في الناس اللي هم فيري ماي كانتري. فيري ماي كانتري هو بلدي. اكتر حاجه بلدي في الدنيا ان حد تو انت قايل كلمتين كده يروح واخد منها كلمتين على مزاجه ويروح بعد كده يلعب بيها. بيسموا نفسهم بتوع سياسه بس هم بتوع سفاله وقله ادب وكل حاجه، واحنا اكبر من الكلام ده كله. بس بيصعب عليا ان الناس بتحاول تدور على اي حاجه مش مظبوطه. فالخلاصه في الحياه كلها اللي احنا عايزينها، احنا مصريين ووطنيين جدا ومع بلدنا في كل حاجه وبنخدم بلدنا في كل حاجه وبنعمل شغل جامد جدا كل يوم ان شاء الله. الناس اللي مش عاجبها يعني ربنا يبعدهم، مش هقول يساعدهم ويبعدهم، يبعدهم، لان بلدنا كبيره قوي وبلدنا عدت في حاجات من اصعب ما يمكن السنين اللي فاتت كلها، وربنا نصرنا عدينا. مهما كان عندنا تحديات، مهما عندنا تراكمات من عشرات السنين، احنا قدها وهنعمل حاجات عظيمه وهنعمل اكتر. اي حد يحاول يلعب ويصطاد في ميه عكره احنا انضف من كده بكتير جدا. احنا كلنا جنود لبلدنا، وفي الايام دي اكتر من اي وقت تاني، وفي الايام دي هنعمل حاجات كبيره جدا ان شاء الله عشان دي بلدنا ملناش غيرها. انا على فكره يا جماعه اللي ما يعرفنيش، انا رجعت مصر عكس الاتجاه بعد الثوره. الناس كلها بتسيب مصر 2011 2012، رجعت عشان اساعد وعملت البرنامج الرئاسي، ولغايه النهارده شغالين بنعمل اعاده هيكله في التامينات، وشغالين مع منظمه الصحه ووزاره الصحه ووزاره التعليم، عملنا حاجات، والتعليم الفني، وهنستمر. اي حاجه نعملها في بلدنا هنعملها اليومين دول عشان بلدنا تستاهل كل خير. فاحنا جنود للوطن ان شاء الله. اي حد يصطاد في ميه عكره هابي نيو يير بعيد عننا، ومش هنقول له هو، هنقول لكم الناس الحلوه اللي معانا بقى خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غريب. وتحيا مصر بجد. صباح الفل ومساء الفل، يوم حلو علينا جميعا ان شاء الله.